pas! Je partirai pas! Hey! Mesdames et messieurs, bienvenue à bord, votre commandant. ما غاديش نروح اللي مع مخي يتميزن غادي يخلطها هنا غادي نيكا غير اللي مع مخي يتميزن اللي مع مخ غادي يسمعوا كلش غادي يسمعوا اللي مع مخي يتميزن ما نروحش انا جو بارتيغا با ديروا حلفلو اللي مع مخي يتميزن ما نروحش je partirai pas. Bonjour messieurs. إذا متابعينا الكرام كما شاهدتم هذا الفيديو يوثق لحظة ترحيل ذلك الجزائري الغبي البصبعي الفقروري الكرغولي المستحمر الذي وقف أمام برج إيفل بزي عسكري هو في حقيقة الأمر التمويه ديال الجيش الفرنسي وجالس كيدير استعراض عسكري مضحك وكأنه فيه البواسر. بطبيعة الحال ذلك المشهد انتشر كالنار في الهشيم وتحول إلى سخرية وتحول إلى محط للضحك والكوميديا على ذلك المقطع. وبطبيعة الحال هو يوضح مدى تخلف الجزائريين عقليا وذهنيا ومدى تأثير البروباغندا ديال نظام حضارة الجزائر على الدماغ المتخلف ديال البصبعيين. لكن كما شاهدتم من خلال هذا المقطع متابعينا الكرام أثناء ترحيله من طرف السلطات الفرنسية يصرخ ويقاوم ويحاول الهرب ويحاول ويسب أيضا بعبارات نابية. لكن في نهاية المطاف أنا أسأل هذا البصبعي الغبي، ياك انت غادي لارض الشهداء، انت غادي للقوه الضاربه، انت راجع لبلادك، علاش كتغوت وعلاش كتقاوم؟ ياك انت غادي تزور الشهيد بلارج وغادي ترجع لارض الشهداء وتلك الشعارات اللي كتغناو بها، علاش الان كتبكي وكتصرخ وكتغوت ولا ما بغيتش نرجع وما بغيتش نرجع للحاضره وما بغيتش نرجع للجزائر، خلوني في فرنسا، ما بغيتش نخرج من فرنسا؟ ياك الله البارح ولا البارح درتي فيديو استعراض عسكري بالرايه ديال حضاره الجزائر وفي يوم بين قوسين اؤكد عليها الاستقلال ديال حضاره الجزائر ودار لنا استعراض عسكري ووطني ياك انت اللي كنت كتقول وطني هما السلطات الفرنسيه غادي يرجعوك للوطن ديالك، علاش كتغوت وعلاش كتبكي وعلاش كتشكي؟ صراحه هذا الدماغ اللي كان عند البصبعي صعيب تفهمه لانه اصلا ما عندوش منطق. البارح دار لنا فيديو كيستعرض وطني الشهداء حنا النيف المخنن كذا، السلطات الفرنسيه باش هزاتو باش ترحلوا، بالمناسبه طلع حراق فقط، طلع مهاجر غير شرعي في فرنسا، باش يرجعوه لحضاره الجزائر، جلس لهم لا وكيغوت وكيقاوم وباغي يهرب، ما باغيش يرجع لحضاره الجزائر. ياك ودي انت اللي كنت كتقول وطني وسير دابا للحاضره وغوت وطني، سير للحاضره دابا وغادي تفيق مع 5 الصباح باش تشد الطابور على السميد والحليب والزيت وما الى ذلك من هذه الامور اللي كنت معفيه منها في فرنسا. وهذا الشيء بطبيعه الحال اللي استوعبوا هذا الفقروري المغفل وبدا كيغوت وكيحاول على انه يقاوم وباش ما يرجعوهش السلطات الفرنسيه لحضاره الجزائر. نعم متابعينا الكرام، هذه هي الحاله ديال البصبعيين المستحمرين. متابعينا الكرام أراكم في فيديو قادم.